كابتن طاهر ابو زيد الحقيقه وزير الرياضه له الحق وله كل الحق في ان هو يغير اي شيء هو عايزه في اي وقت طالما هو شايف الموضوع ده. ولكن كابتن طاهر غير مجلس إدارة نادي الزمالك لأن مجلس إدارة نادي الزمالك فشل في مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الحقيقة فشل في تسيير أعمال النادي لأن هو انتهت مدته في شهر 5 اللي فات وحاول أن هو يكمل ولكن فشل في تسيير أعمال النادي. نفس الأمر بينطبق على النادي الأهلي. النادي الأهلي انتهت مدته وواخدين قرار تمديد من الوزير. طيب انت حضرتك شلت المجلس إدارة نادي الزمالك علشان السابق لأنه كان مجلس لا يستطيع تسيير الأعمال في نادي الزمالك. هل مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لا يستطيع تسيير الأعمال؟ يعني الحقيقة خلي هذا المجلس موجود. أنا الحقيقة يعني كل أعضاء المجلس بتربطني أو مجلس إدارة النادي الأهلي بتربطني بيهم علاقة جيدة جدا وناس محترمة جدا، ولكن أنا دايما لما باجي أتكلم بنظر للمصلحة العامة. الكابتن طاهر أبو زيد الحقيقة دايما عنده قرارات الحقيقة ودايما كنا بنبقى واقفين وراها لأن كابتن طاهر الحقيقة دايما بيبص لمصلحة واحدة فقط وهي المصلحة العامة للكرة المصرية. فلو هو شايف ان ده من مصلحة مصر ان هو يمشي مجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي خد 2005 2006 2008 2012 2013 5 بطولات أفريقية في عهد هذا المجلس، وبكرة إن شاء الله هقول لكم جميع البطولات اللي خدها هذا المجلس منذ تولي الكابتن حسن حمدي وحتى الآن. هذا ليس دفاعا عن المجلس ولكن كلام بالأرقام بيقول ان هذا المجلس مجلس إدارة النادي الأهلي هو المجلس الأنجح في إدارات النادي الأهلي خلال الفترات السابقة.